كان في، مش عايزه احرق لكم، بس هو كان في انا وانا بحرق لكم. انا دلوقتي رايحه اتفرج على الفيلم اللي قالب العالم كله، فيلم ذا اوديسي. اتفرج عليه وهقول لكم رايي. انا عارفه رايي من قبل ما ادخله، بس خلوني ادخله الاول وبعدين اقول لكم رايي. يلا بينا يلا بينا. انا وصلت مول طنطا، هتفرج على الفيلم جوه، بس يا رب الاقي حفله في وقت قريب من دلوقتي، لان الساعه تقريبا 4 أو 5 دلوقتي. انا مش عارفه، ان شاء الله نلاقي حفله قريبه قوي. انت شفت وشي قفلت؟ افتح لي. دخلت الحمد لله. الميك اب بتاعي صح قوي من الحر. انا دلوقتي عايزه اروح السينما، مش عارفه هي في انهي جزء بصراحه، اول مره اجي. وعايزه كمان ادخل الحمام اعدل الطرحه، وعايزه اجيب قهوه لاني ما نمتش وعايزه انام، فعايزه اصحصح للفيلم بصراحه. مش عارفه بقى، هنا سمعت ان في هنا فرع لكريسبي كريم، فممكن اروح اجيب قهوه من هناك، بس برضو معرفش هو فين. لقيت كريسبي كريم الحمد لله. ممكن اخد ايه؟ استلمت الاوردر بتاعي، طلبت ايس موكا فرابي، وطلبت الفليفرز دي من الدونتس. بصراحه متحمسه لدي اكتر واحده. تعالوا نصورها صور. دلوقتي بقى عايزه اقوم اروح السينما عشان يعني اشوف الفيلم اللي انا اصلا جايه اشوفه. بصوا، العاب ملاهي تحفه. السينما اهي في الوش، وانا هنا واقفه محشوره مش عارفه اعدي من، دخلت هنا ومش عارفه اخرج. فيلا بقى نشوف اخرج ازاي. طيب لو سمحت، عايزه تذكره لذا اوديسي. انا مش هينفع اتاخر عشان عندي مواصلات. ساعة. طب في امتى تاني؟ هو الفيلم كام ساعة اصلا؟ 3؟ تمام شكرا. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا جاي عشان اشوف الفيلم. ايه الهم ده؟ ادخل وخلاص، واللي عدى ونكمل الباقي لما يبقى ينزل. يعني اشوفه دلوقتي من نصفه، بيقولوا عدى منه ساعة، اشوفه من نصفه ولما يبقى ينزل تاني ابقى اشوفه تاني. اصلا انا جايه كل ده بجد عشان اشوف، مش معقول هرجع تاني يعني وحشه. التيكت اهو. مش عارفه والله انا واقفه اصور ايه وانا فايتني نص الفيلم اصلا. بصوا مش عارفه انا قاعه 7 دي فين؟ لو سمحت فين قاعه 7؟ قاعه 7. انا اقسم بالله الله. بص سبايدر مان، قال لي سبايدر مان بيبدأ دلوقتي، ممكن ادخل الحقه، بس انا عايزه ادخل ذا اوديسي. يا رب ما يكونش فاتحه حتت كتير. انا دايما بحب الافلام اللي من النوعيه دي قوي يعني. يلا ندخل من البنوار ده، وانا مرعوبه بصراحه بس اوكي. Story about Odysseus. Some say he's rich, some say poor. Some say he perished, some say he's in prison. What say you? In prison? Did they leave me here? Am I coming back? البريك مش عارفة بياخد وقت قد ايه. هو البريك بياخد وقت قد ايه؟ بياخد وقت قد ايه؟ 10 دقايق؟ شكرا. 10 دقايق او ربع ساعة. بصوا هدومي مطقمة مع الكراسي تقريبا. جماعة دلوقتي في بريك، مش عارفة اقول ايه بصراحة. هو في مشاهد مقززة قوي، بس هو يعني حلو قوي، هو متصور جميل
حاجة سو بروفيشنال واكتر من بروفيشنال كمان. يعني انا عمري ما شفت فيلم تقريبا من كده، بس في مشاهد بجد انا كنت حاسة مش قادرة، مقززة قوي، مش قصدي مش محترمة، لا انا قصدي مقززة بمعنى حاجة كده مثيرة للاشمئزاز يعني. بريك دلوقتي، فان شاء الله لما يخلص بقى هنكمل. It's too narrow. Make for the whirlpool. Steer down the slope. We can make enough way to shoot out the other side. Can't be done. By you. خلص تحفة. ما كنتش عايزة يخلص والله، رغم انه طويل قوي قوي قوي، وانا ما دخلتش اصلا او من اوله من اول ساعة، بس حلو قوي، عجبني. انتوا عارفين انا سمعت ان في كاميرات اتصممت مخصوص عشان الفيلم ده يتصور بيها، وان مشاهد البحر، المعارك اللي في البحر والحاجات اللي بتحصل في البحر دي معمولة بجد، مش على كروما. يعني في مخرجين كتير بيصوروا، مش في مخرجين كتير، وكل المخرجين بيصوروا على كروما وبعدين يعزلوها ويركبوا الباك جراوند بتاعت المشهد. فلا، هنا المخرج عمل حركة ذكية قوي محدش عملها قبله تقريبا، انه عمل المشاهد دي في البحر، وكان في مشهد في الاول في طيارة بتتفجر، طيارة حقيقية، يعني هو فجر طيارة حقيقية مش حاجة عاملينها مخصوص عشان الفيلم مثلا جسم مجسم طيارة او كده، لا هي حقيقية وفجرها بجد. يا جماعة ده ايه ده عملها يعني بجد، فكر بره كل حاجة، محدش عمل كده قبل. بس انا للاسف ما لحقتش مشهد الطياره لاني دخلت في نص الفيلم، قالوا لي ممكن استنى واشوف الجزء اللي فاتني، بس انا مش عايزه اتاخر علشان مش بلاقي مواصلات بسهوله يعني، والساعه دلوقتي تقريبا 9 او 8:30. فايه بقى، انا كمان محتاجه اجيب كشكول جديد ضروري قوي. فعايزه ادور على حد هنا بقى بيبيع كشاكيل، لو ما لقيتش هروح مكتبة برا، ممكن اروح الندى، او ممكن اروح شاينيز مول اللي في صدناوي، مش عارفة، هشوف كده ما لقيتش هنا خالص في المول حد اي ولا فرع من اي حاجة بيبيع ادوات مكتبية، فاحنا مضطرين بقى نطلع نروح مكتبة برا. انا ظبطت الطرحه كذا مره وهي مش راضيه تظبط نفسها برضه، مش عارفه في ايه بجد. قلبي لقيت هنا في محل اسمه اخر العنقود في المول برضه النوتات كده وحاجات حلوه، يعني ممكن ما نضطرش نروح المكتبه خالص. الحمد لله، بصراحه انا حبيت قوي دي. انا الحمد لله عرفت دلوقتي اجيب نوت بوك حلو قوي، وجبت بلانر كمان. فدلوقتي ولقيت دبابيس ورق كده شكلها عجبني قوي قوي، فجبتها برضه، مع اني عندي، بس اللي عندي اللون بتاعهم شكله بلاستيك قوي كده، فدي عجبتني اكتر، حسيت شكلها احلى يعني.
الاول خلوني افرجكم على البلانر. بصوا، الله والله العظيم يا جماعة بقى، دي حاجات هقراها لما اروح بإذن الله. يعني الدنيا هنا رايقة وحلوة وجميلة أوي 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 أوي. ودي بقى النوت اللي أنا هكتب فيها كل حاجة بقى إن شاء الله. حلوة أوي أوي. ودي الدبابيس اللي أنا بحكي لكم عنها، شكلها مختلف أوي عن اللي عندي. الألوان نفسها حلوة أوي، وشكل الخامة بتاعتها جميلة. تعرفوا أنا كتير بحب السينما، أنا بحب السينما حب لا يقارن ولا يوصف. ولو خيروني بين أي حاجة في الدنيا وبين السينما أنا هختار السينما. أنا هختار صناعة الفن. أنا بحب الفن، بحب أتفرج عليه وأحب أصنعه، سواء من كتابة أو من إخراج أو من تمثيل أو مونتاج كمان أو نقد. أنا بحب أوي ال5 فروع دول: تأليف وتمثيل وإخراج ومونتاج ونقد. بحبهم كلهم إلى حد ما، متعلماهم كلهم، طبعا بخبرة محدودة، يعني مش هقولكوا بنتطور. أنا أسفة على الأنجل دي، بس في ناس جت قعدت ورايا فمش عايزاه أظهرهم يعني. بقول لكم إيه بقى، السينما أنا بحب أعملها، وليا فيها طموح كبير وكتير. فادعولي وأنا هدعي لنفسي وهدعي لكم معايا إن كلنا نحقق أحلامنا إن شاء الله قريب، ونعمل اللي إحنا عايزينه كله، ونتطور، وأنا أتطور وإحنا كلنا نتطور. قصة إن مفيش حاجة صعبة، أو بمعنى أصح مفيش حاجة مستحيلة. كل حاجة يعني تحتاج وقت وتحتاج مجهود. أنا في ناس قاعدة ورايا، كل حاجة تحتاج وقت، تحتاج مجهود، تحتاج كل حاجة. إن إحنا نبذل اللي في وسعنا كله عشان نعرف نعمل اللي إحنا عايزينه. وأصلا يعني لو ما سعناش في سبيل اللي إحنا عايزينه هنسعى في سبيل إيه؟ ما أعتقدش في حاجة تستاهل غير اللي إحنا عايزينه. مبسوطة أوي النهاردة، ومبسوطة إن أنا بعمل لنفسي ذكريات حلوة، وإن أنا بفسح نفسي وأخرج نفسي وأعزم نفسي وأبسط نفسي. فرحانة أوي بصراحة. عايزة أقول لكم كمان إن الأفلام جوه كتير أوي، وأنا كنت هدخل فيلم تاني بس صاحبتي قالت لي ادخلي ذا أوديسي. فأنا يعني قلت ذا أوديسي إيه يعني، مش عارفة، مش في دماغي أصلا ده إيه يعني. وبعدين افتكرت إن أنا كنت شايفة فيديو من كام يوم، كان حد بيتكلم عن الفيلم ده وبيقول فيه كلام حلو أوي أوي، يعني زي ما قلت لكم إن هو تجربة مخصوصة ما اتعملش زيها قبل كده، وغالبا مش هيتعمل زيها. يعني هي دي بس تقريبا، مش عارفة. وحتى لو اتعمل زيها هي تحسب للمخرج بتاع العمل ده انه اول حد عمل كده، هو اول حد فكر يعمل كده، فهي تحسب له، يعني معاه براءة اختراع. فهي الفكرة ايه بقى كلها، كنسلت انا بقى الفيلم اللي كنت داخلاه ودخلت ذا أوديسي. بصراحة ما ندمتش على الفيلم تحفة قوي. في بس مشهد كده كان مقزز كتير، كان في، مش عايزة احرق لكم، بس هو كان في انا بحرق لكم، بس هو كان في يعني الست اسمها لوسي او سوسي حاجة كده مش فاكرة، كانت بتأكل الرجالة بتوع البطل اللي هو اوديسيوس، بتأكلهم لحمة. فاللحمة دي كانت تقريبا مسحورة او حاجة كده، فحولتهم لخنازير. المشهد بقى هما بيتحولوا الخنازير، انا والله العظيم انا خلاص، انا كنت مش قادرة، وكنت خايفة والله العظيم. بطني كانت مقلوبة قوي في المشهد ده، كنت خايفة فعلا فعلا فعلا، وقاعدة اقول يا رب ما يحصلش حاجة. كنت حاسة انها هرجع والله العظيم. فبقول لكم اهو، لو داخلين الفيلم اعملوا حسابكم ان في مشهد بطنكم هتقلب فيه، ومش انا لوحدي والله العظيم، كل اللي في السينما كانوا قاعدين خلاص غثيان ليفل الوحش. انا جيت بقى عند جزء في المشهد ده وغمضت عيني لان حقيقي ما كنتش قادره بقى.
انا دلوقتي رجعت كريسبي كريم تاني لاني زي ما قلت لكم ما اكلتش فلفل. كنت مش قادرة وكنت قرفانة من المشهد ده، فنفسي غمت عليا ما عرفتش اكل حاجة، فراجعة بنفس صندوق الدونتس، مش عايزة اروح برضه يعني فاهمين. الساعة 8:30 و5 دلوقتي وانا مش عايزة اقوم اروح، عايزة كده افضل قاعدة كده وخلاص. بس انا خرجت من المول وده معناه ان انا خرجت بره حدود التكييف، يعني دلوقتي احنا بنسيح بقى، بنسيح بجد.